السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من أخبار الهاكرز والحماية في العالم لهذا الأسبوع. مجموعة من الأخبار الساخنة، ابقوا معي. قامت الشرطة المغربية هذا الأسبوع بإلقاء القبض على شاب بمواليد سنة 1997 بتهمة سرقة البطاقات الائتمانية، حيث تعرضت السيدة إلى قرصنة أزيد من 6000 درهم من حسابها البنكي. السيدة التي لم تتردد في أن تبلغ الشرطة الأخيرة التي فتحت تحقيق في ملابسات القضية. طبعا الشرطة المغربية استطاعت أن تصل إلى هوية هذا السبامر، ونصبت له كمين مع أو بمساعدة أحد مسيري محل تجاري. هذا الأخير الذي يداوم هذا السبامر على إرسال المنتجات المسروقة إليه. طبعا بعد الاتفاق مع مسير المحل، وبعد أن يعني قام مسير المحل بالاتصال بالسبامر وإبلاغه بأن هناك منتجات توصل بها حديثا يمكن أن يأتي إلى المحل من أجل أن يصطحبها معه. الحقيقة عندما أتى السبامر ليصطحب منتجاته كعادته، وجد الشرطة المغربية في انتظاره حيث تم إلقاء القبض عليه. بعد فتح تحقيق مع القاصر، وجدوا على أن هذا القاصر يتعامل مع عدة سبامر، ومن بينهم يعني 2 سبامر لا زال البحث عليهما جاريا إلى حدود الساعة. من أهم أخبار الهاكرز هذا الأسبوع هي تلك التي تخص اختراق موقع راشا توداي أو روسيا اليوم، يعني موقع إخباري معروف وشهير حتى أن لديه قنوات تلفزية على يعني على الساتلايت. فالموقع الذي تم اختراقه من طرف مجموعة مجهولة، حيث يعني الزوار عندما دخلوا إلى موقع راشا توداي تفاجؤوا بوجود يعني كلمة نازي تغلب على جميع العناوين العارضة في الموقع. لكن هذا لم يمنع من بعض الشكوك حول مجموعة أنونيموس الأخيرة التي أعلنت دعمها للمحتجين الأوكرانيين ضد النظام الروسي. ومن أهم ما شهدته هذا الساحة الافتراضية هذا الأسبوع يعني اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في موقع ياهو. هذه الثغرة الأمنية التي اكتشفت في الدومين الفرعي لموقع ياهو suggestion.yahoo.com. تمكن هذه الثغرة من حذف المسجلات مباشرة من قاعدة البيانات. المسجلات التي يمكن حذفها من قاعدة البيانات موقع ياهو يصل عددها إلى 1.5 مليون تسجيل. يعني تصوروا معي، كانت الفاجعة لو سبق الهاكرز الغير أخلاقيين للوصول إلى هذه الثغرة وحذف هذا الكم الهائل من البيانات يعني من موقع شركة ياهو. طبعا الباحث الأمني نشر تفاصيل عن هذه الثغرة، ولكن قبل أن ينشر تفاصيل عن هذه الثغرة قام بالفعل بتبليغ شركة ياهو عن الثغرة الحرجة الموجودة في موقعها. قامت الشركة يعني ترقيع الثغرة، وكافأت هذا الباحث الأمني عن تبليغه لهذه الثغرة الحرجة. للإشارة فموقع ياهو يعد الموقع الرابع عالميا من حيث الزيارات. إذا كانت هذه نشرة أخبار الهاكرز والحماية في العالم لهذا الأسبوع. أتمنى من صميم القلب ألا تبخل علينا بآرائك حول الأحداث التي شهدت هذا الأسبوع. لا تنسى كذلك دائما بتشجيعنا بالزر لايك، كون أن أخبار الهاكرز والحماية هي أولى الأخبار الهاكرز والحماية في العالم، أخبار مصورة على مدار الأسبوع تتضمن جديد أخبار الهاكرز والحماية في العالم والعالم العربي. لم يبقى لي إلا أن أشكرك على حسن متابعتك. أراك في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.